صدمة كبيرة لجميع الفرنسيين في هذه الانتخابات الأخيرة اللي دارت نهار الحد. حزب اليمين المتطرف اللي كان تيقول كلشي بانه غادي يدوز وغينور البلبال في فرنسا ويتري على المسلمين وعلى الافارقه وعلى الاجانب بصفه عامه، صدق ما نجحش وما عندوش الاغلبيه. والاسئله اللي ربما كتدور لكم في ريوسكم هي كيف هذا اليمين المتطرف في الدوره الاولى نجح وفي الدوره الثانيه لا. والسؤال الثاني هو اشنو علاقه المغاربه والمغرب اصلا بفرنسا وبهذه الانتخابات الفرنسيه وبهذه النتائج الاخيره، وشنو غادي يوقع للاقتصاد المغربي وشنو هو التاثير ديالو مباشره مع هذه الانتخابات الفرنسيه. اول حاجه فضلا وليس امرا تابونا معنا في القناه، شجعنا باش نعطيو المزيد، نفيدكم ونستافدوا منكم. على بركه الله، انا ابو بكر وهذه قناه غير حنا وياكم. المرحله الاولى ديال الانتخابات التجمع الوطني المتطرف جاب 38 مقعد وكان هو الاول، والثاني اللي هو فرون بوبولار جايب 32 مقعد، والثالث هو لونسامبل، والاول هو لي ريبوبليكان. وهذا الشيء اللي خلى الناس تيقولوا بانه راه اليمين المتطرف هو اللي غادي يحكم. الناس دشرات والناس تخلعات. داكشي علاش في المرحله الثانيه النتائج تغيروا، داكشي علاش الاحصائيات تغيرت في الجوله الثانيه، والفرون بوبولار جايب 32 مقعد، والثاني هو لونسامبل جوج مقاعد ديال، والثالث 38 مقعد اللي هو راسومبلومون ناسيونال، والرابع جاب مقعد اللي هو ريبوبليكان. غادي تقول علاش؟ جوج ديال الاسباب اللي خلات اليمين المتطرف ينزل. الاولى هو انه الناس اللي تما اللي عندهم جوج ديال الجنسيات تخلعوا، قالوا لك غادي يفقدوا الوظائف ديالهم، خاصه الا كانوا كيخدموا في الوظائف العموميه للدوله. وهذا هو القمع اللي غادي يجي لواحد عنده جوج جنسيات كما شفنا في المانيا. وبحال هكا المانيا كانت بدات الحرب العالميه الثانيه. الحاجه الثانيه هو التجمع ديال الانصامبل ديال ماكرون مع فرانك بوبولار اليساري، داروا واحد الخطه جهنميه لاسقاط اليمين المتطرف، ما يخليوهش يربح، وكانت هذه هي الاجنده الاولى ديالهم مهما كلف الثمن. وببساطه وبطريقه قانونيه التجمع بكل بساطه التجمع ديال ماكرون والتجمع ديال فرانك بوبولار داروا واحد الخطه في 200 مقاطعه، واحد منهم كبر من الاخر، واحد كيفوطي وكيحيد وكيفوطي، والاخرين مثلا ديال ماكرون على فرون بوبولار وكيدوز فرون بوبولار مثلا اللي عنده اكثر على الحزب اليمين المتطرف. والعكس عاوتاني بحال شي بلاصه الا كان فيها الانصامبل اكثر وكينسحب وكيخلي الفرون بوبولار يصوتوا عليه، يعني يفوطيو عليه. والعكس عاوتاني الا كان انصامبل اكثر الفرون بوبولار تيخرج وكيخليهم يفوطيو على الاخرين. وهكذا بطريقه قانونيه ما خلاوش اليمين المتطرف ياخذ شي حاجه، وخرج بارديلا وقال لهم هذا الشيء راه ماشي معقول اللي درتو، وفينا هي الديمقراطيه. لكن من الناحيه القانونيه راه ما كاينه حتى شي حاجه ضد هذه الفكره، لكن في نفس الوقت راه ما كتبانش ديمقراطيه. التجمع ديال اليسار والتجمع ديال ماكرون ما تيخليوش اليمين المتطرف تكون عنده واحد الاغلبيه، وفي نفس الوقت طاحوا في واحد الفخ واحد اخر، حتى واحد ما عنده اغلبيه اصلا. وباش تكون عندك الاغلبيه خاص يكون عندك 289 مقعد. وملي كنشوفوا هذه الصوره هذه كنشوفوا راه حتى شي واحد ما قرب لهذا الرقم هذا، وكنشوفوا الفرون بوبولار 182 مقعد، اونسامبل 168 مقعد، راسومبلومون ناسيونال 143 مقعد، عاد كيجي ريبوبليكان ب 45 مقعد. والحل الوحيد هو انهم يتفقوا، اما ديال ماكرون مع فرون بوبولار او ماكرون مع اليمين المتطرف، هذا هو الحل الوحيد. وبالنسبه لماكرون قال بانه ما غاديش يمشي لليسار، وفي نفس الوقت قال بانه ما غاديش يمشي لليمين. ومالك سي ماكرون وهبط للارض ولا طير الفضاء. جميع المعادلات اللي غتقدر تقول انه غادي يكون هناك واحد التجمع ولا واحد الاغلبيه باش يبقاو يفوطيو على هذوك الاقتراحات ديال القوانين فكروا فيها المحللين السياسيين ديال البلاد، وما لقاوش الحل، لانه هاد التجمعات كاملين عباره عن احزاب، وغادي نشدوا كاع هذوك الاحزاب ونحاولوا نحلوهم وغادي يشكلوا لنا الاغلبيه. وجميع هذيك الافكار اللي قالوا هذوك المحللين هي شبه مستحيله. اذا لحد الان راه ما كيبانش الضوء اشنو هو الحل ولا ما كانش الحل، وان الرئيس ماكرون يدير ما يسمى بحكومه التكنوقراط، والناس اللي غادي يرأسوا هذه الحكومه ما غاديش يكونوا كينتميو لاي حزب، يكونوا ناس كيفهموا في المجال ماشي سياسيين. وهذه الحكومه ما كيبغيوهاش الاحزاب او السياسيين لانها كطيح من القيمه ديالهم، والناس غادي يولفوا على التكنوقراط وغيقول لك اسيدي ما تجيب لي حتى شي سياسي، وغيقول لك خليو الدومين هو اللي غيهضر. لكن
الحكومه التكنوقراط كما تنقولوا هو الدومين، راه ما تيعرفش يهضر مع الناس وما تيعرفش يسيس، وغيدير شي حوايج اللي كتضر الناس على مدى القصير، لكن على مدى البعيد غتكون مزيانه لفرنسا، والناس ما باغيينش، وخاصه الفقراء، لانه ديما تيبغيو انه الدوله تشوف من حالهم. وهذا هو الدور ديال السياسي، كيذوق شويه للفقراء وكيخدم على مدى طويل. والتكنوقراط ما تيفهمش في هذا الفيلم، هذا فيلم معقد خيال علمي. وهذا ادم الوضوح اللي كاين من بعد هذه الفتره الانتقاليه ديال الانتخابات خلى الاسواق الفرنسيه وخاصه البورصه الفرنسيه الكاك 40 انها ترفض رغم الانتخابات. علاش؟ لانه المستثمرين ما عارفين شكون اللي غادي يحكم القضيه، وكيفاش فرنسا غادي تتعامل مع الضرائب وغتعامل مع الهجره وغتعامل مع شله حوايج. ما واضحاش القضيه، وكل ما كتكون القضيه ما واضحاش المستثمرين كيتخلعوا والبورصه كتنزل وكيجبدوا فلوسهم، وهذا الشيء كيأثر على الاقتصاد الفرنسي بطريقه مباشره على المدى الطويل. اذا بز منهم يلقاو حل في اسرع وقت. والسؤال الاخر اللي ما جاوبناش عليه هو ما علاقه هذا الشيء كامل مع المغرب والمغاربه؟ بكل بساطه اليمين المتطرف راه مع الصحراء المغربيه، وحتى اليسار حتى هو مع الصحراء المغربيه. وشي وحدين تيقولوا بانه راه المتزعم ديال اليسار هو اصلا مزيود ولا تزاد في المغرب. اذا كما قالوا راه التحالفات مزيانه للسياسات الخارجيه خاصه مع المغرب. والبعض الاخر تيقول بانه حتى التكنوقراط الا جاو راه غادي يفكروا بانه المصلحه ديالهم راه كاينه مع المغرب. اذا سياسيا نورمالمون المغرب رابح، وخاصو غير يتحيد هذاك ماكرون. اقتصاديا معظم المغاربه المقيمين بالخارج او بفرنسا واللي كيتسماو بالاميغوه واللي كيصيفطوا التحويلات ديالهم من والى المغرب كانوا ارقام قياسيه ديال الفلوس. والدولار اللي تيدخل للمغرب معظمهم الناس اللي ساكنين في فرنسا، سواء اللي عندهم جوج جنسيات فرنسيه مغربيه او اللي عنده جنسيه واحده، كيصيفطوا الفلوس العمله الصعبه الدولار عمر كيصيفطوه للمغرب. وهادو ما غاديش يتقاسوا بهذيك الافكار ديال هذاك الحزب اليمين المتطرف، وما غاديش يقدر يفوتي او ينقصها وما يخليش هذوك المغاربه ما يبقاوش يصيفطوا لبلادهم. وحتى المغاربه اللي ناويين يمشيو لفرنسا ما غاديش يلقاو مشكل. اذا اقتصاديا المغرب رابح. ولما لا في المستقبل غادي تكون شركات مغربيه او شراكه ما بين المغرب وفرنسا وتحل المشكل ما بين المغرب وفرنسا سياسيا. هذه العرقله دارها ماكرون، وماكرون اللي ما باغيش يعترف بالصحراء المغربيه خلى بزاف ديال الشركات المغربيه او الفرنسيه ما تستثمرش في المغرب، خاصه كما كنعرفوا بانه ماكرون والسياسه ديالو الخبيثه تجاه المغرب والصحراء المغربيه خلات الشركات الفرنسيه تنتثر ان صح التعبير، وخلى المجال للشركات الاخرى الاجنبيه وكتدخل وكتاخذ المشاريع الكبرى والبنيه التحتيه للمغرب. اذا هنا فين كنعرفوا بانه فرنسا يعني العقاتها كما تنقولوا اقتصاديا، الشركات اللي ما بقاوش كيجيو لفرنسا اللي ما بقاوش كياخذوا بروجيات كبار في المغرب، وحتى الشركات اللي كانت ديجا في المغرب تستثمر وتبقى تصدر لاوروبا ضاعت فيها فرنسا. وهذا المشكل اللي فات السياسي ما ضد المغرب وفرنسا كان ايجابي للمغرب وخلاه انه يعتمد على راسه، وفي المستقبل يعني حاليا ومستقبلا خلاه ينتشر في افريقيا وكيرومبلاسي فرنسا في عده مجالات وفي عده مواقع في افريقيا. وكان المغرب واخذ هذيك الفكره ديال جنوب جنوب وكان خدام عليها، وغير مع هذه العرقله السياسيه الفرنسيه للمغرب تطورت القضيه بواحد السرعه كبيره والمغرب هو المستفيد. وبالنسبه لليمين المتطرف الناس اللي تيقولوا لك بانه هذه هي النهايه ديالو، مارين لوبان قالت لك سيدي هذه هي البدايه ديالو. شحال هذه كانوا واخدين 89 مقعد، اما دابا خداو اكثر من 140 مقعد. والانتخابات الرئاسيه جايه تقريبا من هنا لواحد العامين، غادي يكون عليهم الطلب كثير وغادي يبغيو الناس يفوتوا عليهم وغادي يقدروا يوصلوا للرئاسه ديال فرنسا. وديك الساعه عاد غادي نهضروا على فرنسا الجديده. وهذا الشيء اللي شفنا راه ديال البرلمان والرئاسه راه مازال جايه، وهذا الشيء اللي كيخلع السياسيين حاليا. واليمين المتطرف دار واحد الخطوه كبيره، وكلما اليساريين او الحزب ديال ماكرون كيدير اخطاء كلما اليمين المتطرف تيستافد. اذا الخلاصه الا دازوا هاد العامين اللي بقاو خايبه على الفرنسيين كونوا على يقين بانه المعارضه هي اللي غادي تطلع. وهذا الشيء كامل اللي كيوقع في جميع الدول، الناس كيبغيو يجدوا على ليه الجديد على الحليب يا حبيب. والله تصدق بيني وبينكم ما عمرها ما غتصدق، وفي الاخر واش يبان لكم هذا الشيء بلان ولا ما بلان؟